النهارده انا في مكان بيبيع عربيات كلاسيك في دبي. العربيات هنا اسعارها بصراحه يا جماعه اغلى من مصر بكتير، انا ما كنتش متخيل حاجه زي كده. والمكان اللي انا فيه ده الميزه اللي عنده زي ما انتم شايفين كده، بصوا عنده كميه عربيات حلوه جدا جدا جدا، زائد ان هو عنده ورشه جنب المكان بيصلح العربيات الكلاسيك ليه هو بتاعته، يعني ممكن يعمل ريستوريشن بالكامل لعربيه بايظه خالص. فيلا بينا نتفرج، نبدا واحده واحده كده يا جماعه. دي اول عربيه جنب الباب، دي ساندر بيرد. تعالوا كده نتفرج عليها. ايه الجمال ده، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ايه الجمال والحلاوه دي. بصوا يا جماعه، انا عايز اقول لكم ان كل العربيات اللي واقفه دي مفيش ولا عربيه فيهم محتاجه حاجه، كلهم فولي ريستورد. فولي ريستورد اهي. بص حتى العربيه شكلها من ورا عامل ازاي، كان نفسي افرجكم عليها من ورا والله بصراحه. تعالوا كده، شايف البورشايه القمر اللي موجوده دي؟ جميله، في منها كتير كمان، يعني في منها كذا عربيه بورش. اصبروا بس واحده واحده كده. دي حته كده امريكان ماسل، دي احنا شفناها طبعا كتير قبل كده، فايه هنمر عليها مرور الكرام. ودي عربيه روز رويز. ايه رايكم في الجمال ده؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تعالى كده نتفرج على العربيه من جوه. ما شاء الله على الجمال، كل حاجه معموله صح للعربيه، كل حاجه فعلا معموله صح. نيجي كده هنا، بورش. بصوا الجمال، بصوا الجمال يا جماعه، ما شاء الله ما شاء الله على العربيه. بص شكلها من ورا عامل ازاي. اهي دي انا عندي استعداد ان انا اشتريها عادي واستخدمها ديلي يوز، ده لو يعني الموتور بتاعها صغير. العربيات هنا غاليه جدا جدا. يعني عندك مثلا البي ام دبليو دي تعمل لها 28000 درهم. اضرب بقى يا باشا في 8 ونص ولا في 9. فكتير كتير، في مصر ارخص بكتير. بس الحالات هنا، الحالات هنا انت مش هتلاقيها في مصر. عندك البورشايه دي برضو، ودي كمان بورشه. ونيجي على البي ام القمر دي، ما شاء الله ما شاء الله على الجمال. شايف العربيه نظيفه ازاي، شايف كل حاجه في مكانها ازاي. التابلو مثلا مش مشقق، العربيه مش بايظه، الطاره ما اتشققتش من عوامل الجو مثلا او مرور السنين. السقف بصوا، بصوا العربيه بحالتها ازاي، ما شاء الله على الجمال. طيب نيجي للبورشه اللي هنا دي، الكاريرا دي تقريبا تعتبر واحده من احدث العربيات اللي موجوده هنا. بصوا برضو منظرها من جوه عامل ازاي، حكايه. الناس هنا مهتميه بالعربيات جدا جدا. البنتلي دي هنروح لها دلوقتي، بس نشوف ايه، نشوف الحلويات الاول. 280 اس مرسيدس، وده منظر العربيه من جوه. جميله جميله ما شاء الله. يلا سريعا على اللي جنبها، بي ام دبليو 320 كوبي كابورليه. وادي شكل العربيه من جوه. بص الكرسي اصلا، يعني بص منظر الكرسي نضيف ازاي. مش هتلاقي الكلام ده، مش هتلاقي الكلام ده غير نادر قوي قوي في مصر. نيجي هنا للمرسيدس اللي جنبها 380 اس ال. دي امريكي تقريبا عشان الاكسدام ده اكسدامات الامريكي. ونتفرج على العربيه من جوه، ما شاء الله ما شاء الله على الجمال، ما شاء الله. وهنا بصوا، هنا مفيش كراسي، هنا حاطين سماعتين. نيجي على القمر اللي واقف جنبنا ده، روز رويس ده. ونبص على التابلو بتاعها. شايفين الفخامه، شايفين عربيه قديمه ازاي، فخمه ازاي. العربيه دي بقى الحمراء دي من مرسيدس، انا عملت لها ريفيو قبل كده. موجود عندنا في مصر حوالي 10 عربيات اعتقد، ودي طبعا احنا عارفينها. ومعظم العربيات المرسيدس اللي واقفه على الجنب هنا دي موجوده عندنا في مصر. فمش هضيع وقتكم، تعالوا بقى نشوف البنتلي دي، نبص عليها من جوه. يا الله يا الله على الجمال، يا الله على الجمال. انا عايز اقول لكم على حاجه، موديل 2014 من البنتلي هنا تعمل لها في حدود ال 150 الف درهم. موديل 2018 اللي هي مفيش فرق كتير عن 2000 و 2014 تعمل لها اكتر من كده بكتير. بس انت ممكن تعدل، يعني انت ممكن تغير فوانيس، تغير مش عارف ايه، تقعد تعدل تكستمايز شويه في العربيه. واللي جنبنا دي تعالوا نبص عليها، دي جاكور اعتقد. جاكور. عندهم برضو كام عربيه جاكور كده حلوه، دي جاكور ودي جاكور
والاودي اللي هناك دي انا لازم اوريها لكم بسرعه. بص الجاguار من جوه عامله ازاي، حلوه جدا ما شاء الله. الحالات خطيره يا جماعه، الحالات خطيره ما شاء الله والله. بص الاودي دي اودي كوبي كابرليه. بص من جوه نظيفه ازاي، بص الشياكه والنظافه. بص ما شاء الله ما شاء الله على النظافه، ما شاء الله ما شاء الله. تعالوا نبص عليها من ورا. لونها خطفني برضو العربيه دي على فكره، لونها خطفني قوي. ودي هوندا اكورد، انا مش فاهم ايه اللي حاططها هنا دي بصراحه ملهاش مكان هنا المفروض دي. ودي هوندا برضو، بس العربيات دي موجوده عندنا في مصر كتير الهوندات دي. وميني كوبر صغنونه. ودي اعتقد عندنا ب 3 4000 جنيه حاجه زي كده. بصوا حتى حالتها من جوه هتلاقيها عامله ازاي، نضيفه جدا جدا جدا. ودي موجوده ال 230 دي موجوده عندنا. نبص على الالفا روميو ولا نبص على البورشه؟ نبص على البورشه. ما شاء الله نضيفه العربيه. نبص على الالفا روميو اللي جنبنا، نبص عليها. ما شاء الله على الجمال والنظافه. طيب نيجي هنا 450 اس ال سي مرسيدس. بص شكلها. طيب انا بصراحه لازم ابقى صريح معاكم، انا اول مره اشوف الطاره دي، انا اول مره اشوف طاره المرسيدس دي بصراحه. شايف العربيه من جوه عامله ازاي، شايف النظافه والشياكه، ما شاء الله ما شاء الله على الجمال. عندنا هنا شويه بي امات يعني اوكي دول موجودين، هنمر عليهم برضو مرور الكرام كده. 560 اس ال دي موتورها اكبر شويه. وعندك هنا الامرايه اللي واقفه دي، يخرب بيت جمال امك. دي كوبيه بس دي محتاجه شويه شغل من جوه. ودي نضيفه جدا جدا. البي ام ده بي ام 100 الصفرا دي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بص حتى اللي تحت ده خلي بالك ده كربون فايبر اوريجينال، ها مش ستيكر من اللي بيتباع في شارع دمشق. وهنا فرش ده اوريجينال بتاع العربيه دي. تعالى نمشي كده. دي هوندا خلي بالكم، يعني القمر دي هوندا. ايه الجمال ده، ده بجد ايه الجمال ده والله العظيم. تعالوا بقى نتفرج على دي بي ام دبليو زد 1 زد 1. بس هي لسه محتاجه شويه تظبيط وشويه شغل، عشان كده ايه هم حاطينها في الاخر كده. بص بص التابلو بتاع العربيه، بص التابلو نضيف ازاي. تعالى كده طبعا هوريها لك من ورا. بي ام دبليو زد 1. وهنا طبعا عندك ايه دوج، الحاجات الامريكان ماسل اللي انتوا بتشوفوها معايا كتير. لكن البي امات هنا انا حاسس ان هم مخبيينهم من كتر جمالهم ومن كتر نظافتهم. بسم الله ما شاء الله بجد. العربيات هنا حلوه جدا جدا، المكان مبهج يعني. في نفس الوقت انا عايز اخد الاودي دي واطلع اجري يعني بجد. انت لو تقول لي تاخد ايه هاخد الاودي دي واطلع اجري. بص رشاشات الفوانيس بتاعت العربيه، بص التفاصيل يا جماعه بتاعت العربيات حكايه تخليك اللي انت تشتري العربيه وانت مغمض. بص بص تابلو. طيب انتوا ايه رايكم، ناخد الاودي ولا ناخد البي ام؟ ناخد ايه يعني؟ انا جديا بفكر في البي ام، حالتها حكايه بصراحه. فا ايه 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 رايكم في المكان ده؟ ايه رايكم في العربيات؟ ايه رايكم في مستوى الريستوريشن اللي موجود هنا؟ مستوى الريستور هنا عندهم عالي جدا جدا جدا، بيهتموا بادق التفاصيل. اتمنى يكون الفيديو عجبكم والعربيات الجميله اللي انا واقف حواليها دي عجبتكم. وانا لاحظت حاجه لما انا اتكلمت مع الناس المسؤوله في المكان هنا، ان العربيات الكلاسيك هنا غاليه جدا جدا. كمثال عندك مثلا عربيه مرسيدس ممكن تبقى عندنا عامله في حدود ال 60000 جنيه اللي هي الخنزيره مثلا، هنا تعمل لها في حدود ال 25000 درهم. و25000 درهم ده كتير هنا كتير. انت ممكن تشتري هوندا سيفيك 2007 2008 مثلا في الامارات في دبي ممكن تشتري 5000 6000 7000. فهنا العربيات الكلاسيك او القديمه غاليه جدا جدا. فبفكر اشتري عربيه كلاسيك واصدرها هنا على الامارات. يلا اشوفكم على خير، السلام عليكم.